مساء النور، مرحبا بكم كافة السادة المتفرجين. شكرا لك. شكرا لك على التدخل معنا. سيد العميد، كيفاش تقيموا اللقاء هذايا مع وزير الداخلية، وهل تم من خلال اللقاء هذايا تجاوز ما حصل مؤخرا في دار المحامي خاصة؟ شكرا. هو في الحقيقة تلقينا دعوة من السيد وزير الداخلية المعين حديثا على الوزارة، وكان ذلك بحضور كذلك السيد كاتب الدولة الأمن الوطني. والحقيقة اللقاء فيه نقاط إيجابية طبعا، في تجاوز ما حدث بين المؤسستين، يعني كوزارة الداخلية وهيئة المحامين، على أساس أن استقبال عميد المحامين كأول من يتم استقباله من طرف السيد وزير الداخلية بعد تعيينه، وتأكيد على احترام المحاماة التونسية وعلى اعتبارها دائما كمهنة نبيلة ولا دورها الريادي وتاريخها المشرف، واحترام عمل المحامين وعدم تكرار ما حدث. طبعا انه لا احد فوق القانون، وهذا امر لما قلنا انه احنا فوق القانون طبعا، ونحن مع دوله القانون، مع احترام سياده القانون، مع علويه القانون، ولكن كليه القانون مش معناها في كليته، ليس في جزء منه، نطالب باحترام القانون على الجميع بالمساواه، باحترام جميع الاجراءات القانونيه لان كلها قوانين الدوله. وهذا اللي طلبناه، اقتحام دار المحامي بتلك الطريقه دون اعلام هياكل المهنه وخاصه العماده ورئاسه الفرع، وكذلك دون احترام حرمتها ودون ان يتم حضور التحقيق حسب ما ينص عليه القانون. هذا امر اكدنا على رفض مليء، ومعناها اكدنا بالتجاوزات اللي صارت. والحقيقه السيد وزير الداخليه اكد انه يحترم القانون، وانه ستكون هناك يعني طريقه جديده في التعامل مع المحامين، وطي صفحه الماضي في التعامل هذا، وفي المستقبل لن يتم التعامل ان شاء الله. احنا ما ننسوش حتى حوادث تجاوزات او حوادث، ولكن المطلوب في جميع الحالات، يعني بقطع النظر عن اللي صار، انه يتم احترام القانون وعلويه القانون، واحترام الاجراءات، واحترام يعني هياكل المهنه ودورها، واحترام المرسوم المنظم لمهنه المحاماه بوصف قانون من قوانين الدوله. نحن اكدنا على ضروره احترام الحرمه الجسديه وحقوق والحريات. بالضبط سيد العميد، خلينا نرجع معك في نقطه انه لا عوده للماضي وتجاوز اللي حصل بين اي بالضبط طي صفحه الماضي. طبعا لا احد فوق القانون. بالنسبه أكيد. للحقوق الفرديه، نحن حقوقنا هذيك القضاء، طبعا نحن عندنا شكايات في الموضوع، وكذلك حقوق زملائنا اللي تعرضوا للاعتداء والتعذيب. بالضبط، في علاقه بالشكايات، يعني طي صفحه الماضي، هل هذا يعني اسقاط القضايا المرفوعه في الغرض؟ لا لا لا، ما تعرضناش للمسائل هذه. لا، هذيك القضاء هو مجالها، وبالنسبه لنا الاهم هو التعامل القانوني والتعامل بين المؤسسات. احنا راي الهيئه الوطنيه للمحامين مؤسسه في الدوله كذلك، رانا احنا مش خارج على الدوله، احنا مؤسسه عريقه وتاريخيه، ونحن سلطه اداريه بالنص ندير مرفقا عاما على ونعتمد على دورنا الوطني ودورنا في تسيير ذاتي للمهنه، ويعني دورنا الحقوقي. وبذلك فإن التعامل مع الهيئة الوطنية للمحامين مع وزارة الداخلية معناها هذا اللي أكدنا عليه، وكان السيد وزير الداخلية متفهم به أنه سيكون هناك تعامل باحترام متبادل وباحترام القانون وعلوية القانون وسيادة القانون. هذا هو أهم ما تم الاتفاق عليه بخصوص النقطة هذه، وهذا إيجابي في حد ذاته، لأنه يعني إقرار باحترام مهنة المحاماة وباحترام مؤسسات وهياكل المهنة، وكذلك باحترام دور المحامين زاد أمام يعني مؤسسات وزارة الداخلية، خاصة في الباحث الابتدائي. تعرف المحامين ينوبوا أمام الباحث الابتدائي، ورفع كل العراقيل والتضييقات
اللي ربما تصير امامهم. هذا مهم جدا لانه سيد العميد بدورنا في الدفاع عن الحقوق المتقاضين، ونؤمن برسالتنا، والسيد وزير الداخليه اكد على احترامه لهذه الرساله، وهذا ايجابي في الجانب هذا مهم جدا. واضح سيد العميد.